في حين أنا وأنت وغيرنا نجلس في بيوتنا نفطر مع أزواجنا وأبنائنا، اللهم لك الحمد. أسأل الله أن يتقبل صيامنا وصيامكم. الحمد لله بأمان وبصحة وبعافية وبسلام، في حين غيرنا محروم من العافية أو حتى من الطعام. أسأل الله أن يتم نعمته علينا وعليكم، وأن يطعم كل مسلم جائع. عناصر الأمن العام يفطرون بالشارع بعيدين عن أهلهم تحت حرارة الشمس، الصيام، يفطرون على كاسة سوس، عرق سوس، وبعض التمر، وقليل من المعجنات. أخي، مو مطلوب منك تلمع صورتهم، ولا مطلوب منك تدافع عنهم، ولا مطلوب منك تعزمهم على الإفطار عندك أو تدخلهم بيتك، أو ولا مطلوب منك تعطيهم راتب. المطلوب منك أقل شيء كف لسانك عنهم. كف لسانك عنهم. والله ليش فلان شعره طويل، ليش فلان من إدلب، ليش فلان ما يتحمم، ليش أنت إيش خصك بالناس؟ إيش خصك بالناس أنت؟ يعني أنا ما فهمت، بدكم واحد فعلا يدعس عليكم مثلا بالصرماية حتى ما يخرج هذه الأصوات النشاز؟ لأنه فعلا الحرية أو الديمقراطية كما يقال لها ثمن، أنه راح تسمع أصوات أنت بغنى عنها. تشوف ناس تافهين أنت ما كنت تسمع أصواتهم على أيام الدكتاتورية. من إيجابياتها طبعا أنه الكل مخارس، ما في صوت، كل الناس ساكتة. يعني حيشاكم كل واحد حاط بإثمه صرماية وساكت، مثل ما قولها بالعامية، ما يطلع له صوت نهائيا. فما تسمع هذه الأصوات النشاز. لا، اليوم استغلوا هاي الثغرة وصار يطول ويقصر ويعرض ويلون ويضيق، ومو عاجبه العجب والصيام برجب. يا أخي اعتقنا، يا أخي اعتقنا. تخيل أنه لا زال نظام بشار فوقك، والعناصر الإيرانية موجودة والأفغانية واللبنانية، وما تقدر تحكي. خلاص اسكت. أيام ما كان الطبل واللطم والزحف والتطبير واللطم شغال على قدم وساق، والتشيع شغال، ما كنا نسمع لكم هيك أصوات. أيام ما كانت ريحة العالم مثلا لما تكون بالشوارع وهي شربانة حشيش أو شربانة كحول، ما كانت تضايقك ريحتهم. اليوم إذا إنسان كان تحت الشمس يعمل، وآخر النهار طلعت له ريحة من الحر، ريحة أبط، أنت جاي بدك تسوي علينا؟ أنت يعني ما فهمت. يعني هو أنت بنهاية النهار راح تنام معاه مثلا حتى والله ليش لك ريحة؟ إيش خصك فيه أنت؟ يعني والله هاي هي الشغلة الوحيدة اللي من مفرزات الحرية والمزعجة طبعا، انه يصير يتطاول. يعني اللي يسوى واللي ما يسوى كله لكع باللكع يصير يتطاول ويبدي رأيه، وهذا والله ما يزعجنا، والله هذا ما يزعجنا. يعني الشغلة اللي حلوة بأيام ما يكون البلد حكمها أمني، انه ما تسمع هيك أصوات. يا أخي صحيح تضيع حريات وتضيع حقوق، لكن ما تسمع هيك أصوات. يعني تظل مسموم كل النهار، نهار نهارين من وراء إنسان تافه ما يسوى ليرتين بساعة الغلا وبسوق الغلا، جاي يتفلسف ويقدم آراءه وينظر علينا ويعلمنا كيف لازم نعيش وكيف لازم تكون الحياة.